حقق فريق الجونة فوز مثير على كهربة الإسماعيلية بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. سجل هدف الجونة والمباراة الوحيد اللاعب صابر الشيمي بعد رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء ليمررها محمد النحاس برأسه إلى الشيمي ليسدد الكرة داخل الشباك لينظر إليها الحارس وهي تسكن الشباك، وبهذه النتيجة يحتل الجونة المركز الرابع مؤقتا برصيد 3 نقاط خلف المصري والزمالك وزد، بينما يقبع كهرباء الإسماعيلية في المركز ال18 بدون أي نقاط. وضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية في حراسة المرمى علي الجبري، وفي خط الدفاع عصام الفيوم ومحمد ياسين وسيف الخشاب وكريم يحيى، وفي خط الوسط مامادو سيلا وعبد الفتاح تاحة وماجد هاني، وفي الهجوم مصطفى كشري ومحمد شيكا والمغربي محمد أوناجم. واستعان رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية ببعض الخبرات من اللاعبين لتدعيم صفوفه وإبرام العديد من الصفقات القوية وذات المبالغ الكبيرة، والتي يأتي في مقدمتها المغربي محمد أونجم لاعب الزمالك السابق، ومحمود متولي مدافع الأهلي السابق، وعمر السعيد مهاجم الزمالك السابق، بالإضافة إلى كل من علي الجبري حارس مرمى سيراميكا، وعبد الفتاح شتا من بروكسي، ومحمد سعيد ومحمد فاروق من المجد الإماراتي، وسيف العجوز من فاركو، ومحمد سعيد جهينة من سموحة، وإسلام عبد النعيم لاعب الجونة السابق. ورغم ذلك لم تفلح الأموال في فوز كهرباء الإسماعيلية في أولى مباراته بالدوري، وخسر على استاد الإسماعيلية بنتيجة 1-0 من فريق الجونة الذي لم يدعم صفوفه بلاعبين أقوياء.